تتشرف ولاية مستغانم الولاية المجاهدة المضيافة ربع الجهاد والضيافة والفروسية والكرم باحتضان فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بوجهة الجزائر السياحية، تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ العمل، وهي فرصة واعدة لاستقطاب الفاعلين وخبراء المجال لإثراء وتعميق تصورات عملية تساهم في حركية المسار الاستثماري الفعال في قطاع السياحة والصناعة التقليدية. يحوز القطاع على حافظة عقارية مشكلة من 249 منطقة توسع سياحي مصنفة. تم المسابقة إلى يومنا هذا على 74 مخطط التنمية السياحية. أن يكلل يومنا هذا بالنجاح والشكر المتجدد لمنظمي هذا الملتقى وعلى رأسهم السيد والي ولاية مستغانم، والشكر الموصول كذلك لكل الحضور والمشاركين. وفقنا الله لخدمة الوطن، وشكرا على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. الإصلاحات المرتبطة بقانون الاستثمار، قانون العقاري الاقتصادي، قانون البنكي والمصرفي وغيرها من ترسانة الإصلاحات التي ترمي إلى زيادة جاذبية بلادنا للاستثمارات. رغم الارتباطات كثيرة على المستوى المركزي، إلى أنني أبيت إلا أن ألبي هذه الدعوة للمشاركة، وهذا يرجع. واليوم نحن في الملتقى الوطني لتشجيع الاستثمار السياحي على مستوى الولاية، اللي راح يكون يوم حافل بالنقاشات حول العقار السياحي وحول البنوك وتمويل البنوك الوطنية للاستثمار السياحي. نحن الغرفة بتنظيم معرض وطني حول ترويج الخدمات السياحية وإعطاء الأولوية للقطاع السياحي بولاية مستغانم بما أنها ولاية سياحية بامتياز. كما رافقنا المعرض الوطني فتح تكوينات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بما فيها شروط النظافة والنظافة الصحية HACCP، أيضا ترويج الخدمات السياحية، وهذا ما أعطى إقبال كبير بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين، وكان المعرض بامتياز. السياحة هي مستقبل الشباب، السياحة هي كل شيء. السياحة شوف، السياحة خاصها الصحافة لازمها تدي 50% من السياحة. إذا كان جات الصحافة 50% والسياحة 50%، أنا نعطيكم وعد إذا راني حي تفكروني، وإذا ميت تفكروني باللي الجزائر بخير وتنجح إن شاء الله. السياحة مع الصحافة. بلغوا لي هذه الرسالة. إذا راكم هذه الفنادق تاعنا تاع أنا نهضر على مستغانم، فنادق تاعنا إلا راهم متكلين على الصيف يشوفوا لا بريزون شارج كاينة وكاينة وكاينة. الألجيريان أنا نقولها لكم عندي 20 سنة في السياحة. الألجيريان في الصيف كي يجي يكون يصير حتى كراج ويرقد فيه. إن با بيزوان ني 4 إيطوال ني 5 إيطوال. خمم على المشتى، خمم على الربيع، خمم على الخريف. العام فيه 12 شهر، إلا أنت تدي شهرين بقاو لك 10 تجي عندي الوكالة السياحية. وغابات ساحلية تبعث في قلوب زوارها السكينة والراحة.